أهلا بيكم في قناة أصل الطبخة مع إيناس، يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض الكرشة، ولو مش بتحبيها هتاكليها بالطريقة بتاعتي. ويلا بينا نشوفوا المقادير بتاعتنا. احنا معانا الكرشة منضفينها وعاملين بصل مفروم وفلفل حامي ده لتسبيكة الطماطم، ومعانا بصل تاني وجزر علشان نحطه في مية السليق، وجايبين معانا حمص الطبيخ انا غسلاه ونقعاه علشان اقدر ان انا احطه في التسبيكة. انا دلوقتي في حلة على النار، جبت مقدار من المية ومقدار كويس جدا عشان تتسلق لان هي بتغيب معانا في السلق، وحطيت البصلة المفرومة وحطيت الجزر وورق اللوري والحبهان وطماطمايه انا فرمتها احطها معاها. وبعد كده هجيب نص ليمونة احطها. نص الليمونة ده بيديها مزازة حلوة وبيمنع الزفارة بتاعتها. بعد كده هبتدي ان انا احط مقدار الملح بتاعي واحط الشطة والكمون واقلبها بقى كويس واغطي عليها واسيبها تستوى على مهلها، لان الكرشة بتغيب معايا في السوى، لان انا طبعا عايزاها تستوى خالص ما تبقاش جامدة معايا. بعد كده هجيب حلة على النار وابتدي ان انا احط فيها مادة دهنية زيت او سمنة زي ما انتي عايزة تقدري تحطي فيها. وهبتدي احط بقى البصل المفرومة والفلفل الحامي اللي انا قلتلك عليهم، اللي انا كنت مخليهم على جنب. ما تنسيش لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي. جبت بعد كده حمص الطبيخ اللي انا نقعته، ده لازم ان انتي تغسلي وتنقعيه علشان ما يغيبش معاكي في السوا، لان طبعا هتكون الكرشه معانا مستويه والصلصه يا دوبك تتسبك، فمش هيلحق حمص الطبيخ يستوى، فلازم انتي تكوني نقعاه من قبل. بعد ما حطيته واديته تقلبتين كده ابتدي احط بهاراتي، الملح والشطه والكمون والجنزبيل، الحاجات المعتاده بتاعتنا والبهارات بتاعتنا. بعد كده ببتدي احط صلصة الطماطم معاها واقلبها كويس واسيبها تتسبك على مهلها. بكون بقى محضرة التوم المفروم ومعاه الكمون والملح زي ما انتي شايفة كده، والكرشة معايا بتكون استوت. ببتدي ان انا اقطعها مربعات صغيرة علشان ابتدي ان انا احطها في الصلصة. تمام كده الصلصة معايا اتسبكت، بحط لها كوباية من المية وبقلبها كويس، وابتدي بعد كده احط الكرشة اللي انا قطعتها زي ما انت شايفة كده مربعات صغيرة. التقطيع ده بتاعك انت، حابة ان انت تصغريها تكبريها زي ما انت عايزة. وبعد كده ببتدي احط معلقة التوم المفروم اللي هو بالكمون والملح، بحطها نية كده وبسيبها تغلي. يعني ممكن 10 دقايق كده على النار تتسبك مع بعضها، وبيبقى هو ده الشكل النهائي للكرشة. وأتمنى أن الفيديو يعجبك، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي.